السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين وكل الطلبة. إن شاء الله الفيديو ده موجه خصيصا لكل أب ولكل أم حابب يذاكر مع أولاده بالنسبة للمرحلة الإعدادية بشكل بسيط وسهل. تابعوا معايا الفيديو ده وهتعرفوا هنتكلم عن إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية وهنتكلم النهاردة على سؤال من الأسئلة اللي هي بتبقى صعبة على بعض الطلبة أو معظم الطلبة في المرحلة الإعدادية، وهي سؤال الديالوج. مستر، احنا مش بنعرف نحل الديالوج كويس جدا، مش بفهم ان نحل الديالوج ازاي. بكون السؤال مش بعرف اكونه كويس. طيب هنتابع مع بعض في الفيديو ده بطريقة بسيطة وسهلة جدا لكل طالب ولكل اب ولكل ام حابب هو يساعد ولاده. طبعا ان شاء الله هتستفيد جدا جدا من الفيديو ده، بس تابع معايا. نعرف في البداية ان الديالوج طبعا هيسألني عن حاجتين، يا اما هيحتاج مني ان انا اكون سؤال، يا اما هيحتاج مني ان انا اعطي اجابة. طبعا لو هكون سؤال هلاقي في النقط اخرها question mark اللي هي طبعا علامة الاستفهام، ولو هكتب اجابة لسؤال هنلاقي في النقط في الاخر full stop اللي هي طبعا نقطة. طيب يا مستر، لو جالي question mark علامة الاستفهام هكون سؤال ازاي؟ طبعا لازم نعرف في البداية ان السؤال عندنا نوعين، سؤال بنسميه yes no question، والسؤال التاني WH question. يعني السؤال اللي بيبقى اجابته بيس ونو، والسؤال التاني بيبقى اجابه عاديه خالص مفيش فيها يس ونو. وطبعا في الحاله دي بنبتدي باداه الاستفهام. هنبتدي في البدايه بالسؤال بالفعل المساعد. يعني ايه يا مستر فعل مساعد؟ والله الفعل المساعد احنا قسمناه لاربع اشكال. في 3 اشكال بتبقى ظاهره موجوده في قلب الاجابه، وشكل واحد هنسميه فعل مساعد غير ظاهر. بالنسبه للافعال المساعده الظاهره اللي هنلاقيها في قلب الجمله بتاعتي او في قلب الاجابه 3 انواع: verb to be، verb to have، والموديل فيربز اللي هي طبعا الافعال الناقصه. الفيرب تو بي يعني am او is او are او was او were زي رقم واحد زي ما حضراتكم شايفين. والفيرب تو هاف هيبقى عندي has او have او had. عندنا كمان الموديل فيربز زي كلمة كان وكود، will would shall وشود may ومايت وكلمة must. طب يا مستر دول بيبقوا موجودين في الإجابة؟ أيوة طبعا بيبقوا موجودين في الإجابة. طب هنفترض إن مفيش أصلا ولا فعل من دول في الإجابة، هنروح بقى للنوع الرابع اللي هو أفعال مساعدة غير ظاهرة do و does و did. طبعا do بستخدمها لو مصدر، does لو الفعل آخره اس، و did في الماضي زي المثال اللي هنشوفه. طيب المثال اللي احنا كاتبينه قدامكم، كاتب علي بيتكلم مع سامي. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين في البداية دوتس نقط، وفي الآخر كويستشن مارك علامة الاستفهام. والإجابة أما سامي رد عليه قال له يس the school is big، أيوة المدرسة بتكون كبيرة. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين هنكون سؤال، والسؤال المرة ده هيكون سؤال بفعل مساعد. طب ليه يا مستر السؤال بفعل مساعد؟ علشان الإجابة عندي بادئة بكلمة يس، وبالتالي هسأل بفعل ايه؟ بفعل مساعد. اول حاجة اعرفها في السؤال بالفعل المساعد هنشيل يس من الجملة خالص وادور على فعل مساعد. طبعا الفعل المساعد بدور عليه verb to be، verb to have، افعال ناقص. لقيت في الجملة الفيرب to be فهسأل بيه is والفاعل ذا سكول، وبعد كده يبقى كانت الجملة big. السؤال التاني طبعا بيقول yes I can swim، سألت بكلمة can، وبعد كده اي بتحول ليو وبعديها اسويم، وشلت برضو يس او نو. عندنا كمان السؤال الثالث بيقول له يس اي لايك ميوزك. هنا طبعا زي ما انتم شايفين مفيش فعل مساعد، بس عندي فعل في المصدر، فعشان كده هسأل بكلمة دو. وفي الاعتبار بنشيل يس خالص من الجملة، اي بتتحول لكلمة يو، وبكمل الجملة بتاعتي عادي، فقلت دو يو لايك ميوزك. في عندنا حاجات بتحولها من الإجابة طبعا للسؤال. عندي اي او وي او مي بتحول ليو، ماي او اور بتحول ليور، اي ام بتبقى ار يو، اي واز بتبقى وير يو. زي المثال ده يس اي ام ا دكتور. طبعا هشيل يس ونو وعندي فعل مساعد ام، بس نفهم دايما لما الاقي في الإجابة كلمة اي ام هحولها في السؤال على طول لكلمة ار يو زي ما حضراتكم شايفين من الإجابة للسؤال. ولو عندي في الجملة I was طبعا هحولها لكلمة were you. يبقى احنا دلوقتي عشان اعمل سؤال بفعل مساعد لازم شرط اساسي يكون عندي في الإجابة في yes في no في certainly في okay في will، اي كلمة من الكلمات اللي هي بتعبر عن الإجابة بفعل مساعد، وبالتالي هسأل بيها. طبعا الأفعال المساعدة زي ما حضراتكم شفتوا في الأمثلة اللي موجودة قدام حضراتكم. طب يا مستر لو السؤال عندنا بأداة الاستفهام مفيش أي مشكلة. ابدأ أداة الاستفهام أول حاجة، وبعد كده الفعل المساعد اللي اتكلمنا عليه، بعديها الفاعل، بعد كده الفعل الأساسي، بعد كده مكملة الجملة. طيب أنواع أدوات الاستفهام عندي كلمة وات اللي هي طبعا معناها ما أو ماذا، بتسأل عن حاجة غير عاقل، أو بتسأل مثلا عن الفعل اللي أنت قمت بيه. what are you doing what did you do كده يعني. where يعني أين، بتسأل طبعا عن المكان. عندي كلمة when متى بتسأل عن الوقت، وكلمة how كيف بتسأل عن الحال أو الوسيلة وسيلة المواصلات. ويعني لماذا بجاوب عليها بكلمة because أو to أو as. how often كم مرة بنجاوب عليها بكل طروف التكرار أو كلمة once twice never sometimes usually. كمان المدة الزمنية طبعا how long بتبقى الإجابة بتاعتها فيها كلمة for.
وعندي كلمة how much كام الثمن، وبتسأل طبعا عن ثمن الشيء. لو بسأل عن مفرد هقول how much is، بسأل عن الجمع how much are. بسأل عن سعر الكتاب how much is the book. بسأل عن سعر الحذاء how much are the shoes. طبعا هنا عندنا في العاقل، هي مش باينة أنا آسف، بس هي كلمة هو بتسأل عن الفاعل العاقل. طيب تعالوا مع بعض نشوف أمثلة كده على دايلوج كامل ونشوف هنحله ازاي. زي ما حضراتكم شايفين ده دايلوج بين علي وسامي. طبعا علي بيسأل سؤال بيقول له سامي I live in Cairo. سأله السؤال التاني قال له I live with my family. بعد كده قال له I go to school by car. واخر حاجة قال له yes I like English. لو حضراتكم ملاحظين كل الإجابات بتاعت أول 3 أسئلة مفيش فيها yes أو no، لكن السؤال الأخراني متجاوب طبعا بكلمة yes. يبقى كده طبعا هنستخدم في آخر سؤال بس سؤال بفعل مساعد. 3 أسئلة الأولانيين هنستخدم فيهم سؤال عادي بأداة الاستفهام. طب نفكر كده مع بعض، يا ترى أول سؤال هيبقى إجابته إيه؟ هنسأل طبعا بأداة الاستفهام اللي اسمها where، عشان بيقول I live in Cairo. طب لما أجي أسأل بأداة الاستفهام، الكلمات الموجودة جوه المستطيل ده طبعا دي هتبقى الإجابة هتتشال كايرو، وهشيل معاها حرف الجر كمان. يعني دلوقتي هقول مثلا where، عايز فعل مساعد يا مستر. طيب تعال ندور في فيرب to be am أو is أو are أو was أو were، مفيش. طب في فيرب to have في كلمة I live، في كلمة فيرب to have has أو have أو had، مفيش. طيب في أي فعل ناقص كان أو كود أو will أو would، مفيش طبعا الكلام ده. طبعا الإجابة مفيش فيها فعل مساعد، فبالتالي هستخدم الفعل المساعد اللي هو يا شباب يا إما do يا إما does يا إما did. طب أي حاجة وخلاص يا مستر؟ طبعا لأ، احنا عندنا كلمة live فعل في المصدر، فبالتالي هستخدم معاها كلمة اسمها do. فالسؤال هيبقى كامل where do you live. نفس الطريقة في الجملة التانية بيقول I live with my family. هسأله طبعا بكلمة who لأن عندي my family عاقل، وهقول who do you live with فعل مساعد do لأن الفعل برضو في المصدر. السؤال التالت نفس الفكرة I go to school by car، سألت ب how do you go to school. آخر سؤال طبعا في عندنا هنا سؤال بفعل مساعد، هنبتدي طبعا بكلمة do. طب ليه يا مستر كلمة do؟ عشان عندي الإجابة فيها I like English، عندي like ده فعل في المصدر، فبالتالي هسأل عليه بكلمة do، وهيكون السؤال عندي do you like English. طبعا شلنا كلمة yes، ولو انت ملاحظ في الإجابة بتاعة السؤال بفعل مساعد بشيل yes وبكتب بقية الجملة. يا رب تكونوا استفدتوا. مع السلامة في فيديو جديد.